3 مواقف النهارده حصلوا لي ورا بعض، وصلوني في النهايه لفرضيه اننا في زمن التثبيت العالمي. الموقف الاول بيتلخص اني كنت في البنك بقضي مصلحه كده. المهم انا عندي اصلا انفلونزا بقالها ما يقرب من 3 سنين جيف اور تيك، وحالتي صعبه جدا، وشامه بقى كميه افرين بقى وكونجستال، ولابسه نضاره الشمس اندور اللي هو خلاص بنهار. فضلت قاعده شويه لحد الشخص اللي هو بعد كده عرفت انه اسمه عبد الرحمن، عشت الاسامي من كتر ما في ناس بالهبل عمالين يندهوله وهو منفض. المهم اخيرا جه، ولسه هنسمي بالرحمن ويعمل لي اكتيفيت للكارد. الاقي لك انا بسم الله الرحمن الرحيم انثى داخله عليا، واكرر انثى. انا ليه بقى بكرر انثى؟ عشان عايزك تطلق لخيالك العنان، يعني اطلقوا فعليا، اطلقوا طلقتوا اطلقوا بقى. فجاه سحبت الكرسي اللي قدامي وقالت له ممكن تعمل لي اكتيفيت للكارد؟ انا لقيت الكارت بتاعي والبطاقه بمنتهى السهوله والبساطه اتحطوا على المكتب، وخد الكارت بتاعها. الفكره ان انا اصلا وشي ده فنطس رياكشنات، وعلى الرغم من شخصيه ناديه لطفي في النضاره السوداء اللي انا متقمساها كان واضح جدا اني هغزه. فهو قال لي ثواني بالظبط يا فندم، ثواني. هو فعلا ما خدش غير ثانيه، وبعدين راح قال لها لا بصي انت بقى خدي رقمي البرايفت، برايفت، وتابعي معايا. انا اللي هو تابعي معايا وبرايفت، الله جرى ايه عبد صمد في ايه؟ وهوب الاقي لك الانثى قولي كام 0 10. بغض النظر انه هو بيقول لها الرقم، انا بحاول احفظه كده. خيبه الشاب كان امور، بس انا كمان مريضه، يلا ما علينا. المهم خلص الرقم، لقيتها بتقول له تصدق عنجي. طبعا انا مش هقف عند حته تصدق عنجي دي فيها علل وبما تفسر كتيره، بس ما علينا. بس انا اللي هو طب ايه، شجره و2 ريد بول عشان الجوانح؟ في ايه مالكم؟ في ايه؟ هي الدنيا ليه عامله كده؟ المهم خلصت الفيلم ده كله، وقلت اقعد في ستاربكس اسف لي كافيين عشان افوق من المشهد اللي فات، عشان يكون الموقف التاني. حظي قعدت قدام التلاجة عشان الاقي بنت من دور ولادي ما شاء الله عليها، شعرها كان جميل قوي. طبعا انا استشفيت دوت لانها كانت بتحرك، كانت فرحانه بيه جدا لانها كانت بتحرك راسها بشكل هستيري، فبيتطاير شعرها كاننا في اعلان بنزين. دخلت وبعدين وقفت قدام التلاجة جنبي، وبعدين فبتقول للولد اللي هو كمان مش الويتر اللي بيلم الاطباق يعني، بقولك ايه، انا عايزه اكل حاجه حلوه. رد بمنتهى المنطقيه، كل حاجه معروضه يا فندم. قعدت تدلع كده وتقول له لا اصل انا عايزه بروفيترول. قال لها طب ما حضرتك ما هو معروض اهو في الصف الثاني قدام حضرتك. قلت له لا مش ده. طب هفكر وارجع لك. ثم ضحكه شعواء كده اهوت ما تفهمهاش انت، وبعدين ايه والله وعد هرجع لك هرجع لك. انا اللي هو فعليا حتى وانا بحكيها دلوقتي جالي كرشه نفس فعليا، وبدات ادخل في اكتئاب شنيع. وعشان انا زي اي بنت، اللي بيخرجني من الاكتئاب هو اني اصرف فلوسي على الهلاهيل. كان الموقف الثالث، دخلت زارا وعماله الف، لقيت الولد اللي بيبيع وبنت واقفه بتشتري، هي واقفه حاضنه قميص وبتقول له بمنتهى الرقه وابتسامه فشيخه انا عايزه ميديم. هو ميديم ايه بس؟ انت سمول، انت رفيعه خالص وجميله كمان. هي ميرسي انت لطيف قوي. هو انت الطف. ولا طب ايه بقى، انت شغاله فين؟ بتشتغلي فين؟ ها؟ انا فجاه اللي هو انا اسبهليت، وغالبا في احتمال لان طبعا انا ضاربه برشام كتير، الحاجه وقعت على الارض. وبعد اللي هو انا مش، واحنا ده هو ده يوم المراه العالمي او يوم التثبيت العالمي النهارده، في حاجه يعني يونايتد نيشنز بتحتفل بحاجه في اصل في حاجه غلط. وتخيلتني فجاه في فيلم من اخراج جاي ريتشي عمال ارمي الحاجه في الارض وابخ نار من بقي وازعق بعلو حسي مالكم يا شباب مصر مالكم في ايه؟ المهم عشان اوصل في النهايه الفرديه اللي اتحولت واضح لحقيقه عمليه اننا في زمن التثبيت العالمي. طبعا انا بعد كل الكلام دوت قررت ان انا ارمي كل حاجه واروح بيتنا واستخبى فيها، يعني مثلا اسبوعين 3 كده لحد ما نشوف الليله دي كلها تخلص على ان شاء الله. بس